من اليوم ما بقيتيش غتقول واش كاين شي ولا غير الفرشي. هيا اسيدي، هاد المثل اللي مشهور عندنا بزاف، الفرشي ما بقاوش كيستعملوا غير في التغليف ولا في الالعاب، راه ولاو كيبنيو به الديور. هادشي يقدر يبان لك غريب، ولكن راه كاين واحد النوع خاص ومتطور من هاد الفرشي اللي سميتو تيرماكول، واللي ولات الناس كتبني به ديور اللي كتحميك من البرد والصهد وحتى الزلازل. هاد الطريقه سميتها اس اف اولا القوالب الخرسانيه العازله، كيصنعوا منه قطع كتكون مصنوعه من تيرماكول وماشي بحال ديال العلب العاديه، حيت هذا عنده خصائص اقوى وما كيتفرتش دغيا. هذا النوع مصنوع من بوليستيرين موسع بجوده عاليه اللي كيتحمل الضغط ومقاوم للحراره والرطوبه، وماشي بحال داك الفرشي اللي كنعرفوه. المهم كيدخلوا الحديد وسطو وكيخوي الخرسانه من بعد، وهذا الفرشي راه ما كيحيدوش ملي كيكملوا الخدمه، حيت عنده واحد الدور اللي مهم بزاف، بحيث هو بمثابه عازل اللي ما كيدخلش البرد في الشتاء ولا الصهد في الصيف، وحتى من برا كيعزل الصوت وكيحمي الخرسانه، وفي نفس الوقت كيعطيك راحه وتوفير في الضوء والتكييف. يعني ما تحتاجش دير الكلمه في الدار. وماشي غير كيبنيو به، راه ذكاء في التصميم والتوفير، والفوائد ديالو كثيره بزاف. يعني كيخليك تربح الوقت في البني حيت سهل وسريع، وكتحمي حتى البيئه، يعني استهلاك اقل اللي كيعطينا اثر بيئي اقل، والدار كتبقى صالحه ومريحه لعشرات السنين. دابا هاد المره الا سولك شي حد وقال لك واش كاين شي ولا غير الفرشي، صيفط له هاد الفيديو وما تنساش تضغط على لايك ومتابعه الصفحه، وتحياتي.